السلام عليكم الأحباب، إن شاء الله راكم بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب. بمناسبة رمضان نقول لكم كل عام وانتم بخير. اللهم بلغنا رمضان من غير أن نرى دمعة حبيب ولا فراق غالي. اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين وبارك لنا فيه. والله يرحم موتانا ويخلي لكم العزيز عليكم وكل غالي عندكم، ويحفظ لكم أبهاتكم وأمهاتكم. أنا فقدت الوالد وربي رعالي وعالم الجمرة اللي ها في قلبي. الله يرحمه ويرحم جميع موتانا المسلمين. والله اجعل أيام رمضان جابرة للقلوب، ساترة للعيوب، ماحية للذنوب، مفرجة للكروب يا رب. اللهم تقبل منا هذا الصيام والقيام وصالح أعمالنا يا رب. الحمد لله يا رب. أسأل الله أن يبارك لكم ولنا في شهر الطاعات والرحمات، وأن يرزقكم فيه الدرجات، وأن يختم لكم فيه بالصالحات. حبيت نقسم معكم هذه الأدعية وإن شاء الله تكون مستجابة يا رب. أسأل الله الذي أهل الهلال وأرسل الجبال أن يبلغكم قدوم شهر رمضان الكريم وأنتم في أحسن حال وأحوال. اللهم افتح لي ولكم فيه أبواب فضلك، وأنزل علي وعليكم فيه بركاتك، ووفقكم فيه لمجيبات مرتضاك، وأسكننا فيه بحيوياتك يا مجيب دعوة المضطربين. سامحون. الحمد لله. الله يوفقنا كاملين يا رب. نحاولوا إن شاء الله نختموا لا نقدروا أكثر من مرة، وكل واحد كيفاش يختم. أنا متعمدة نقرأ أبخي كل صلاة 5 صفحات ونختم. الحمد لله. والله يوفقنا ويوفقكم ورحنا نقرأ القرآن من غير رمضان، بصح في رمضان نزيدوا نحاولوا نختموا إن شاء الله. فوالا، خليتكم بألف خير وسامحوني على هذا الغياب. قلت لكم كان عندي ظروف وعقلي كان ديما مع الوالد. الله يرحمه ويرحم جميع موتانا. الحمد لله. حبيت ندعي هذا الدعاء البابا الله يرحمه. اللهم أرحم من كان بشوش الوجه وطيب القلب. اللهم اجعل المسك ترابه والحرير فراشه، واجمعني به بجنات الفردوس يا رب العالمين. اللهم ارحمه بقدر حاجتنا وشوقنا له. الله يرحمه ويرحم جميع الموتى يا رب. اللهم اجعل في قبر أبي نورا لا ينقطع أبدا، ورحمة لا ترتفع أبدا تغنيه بها عن رحمتي من سواك. اللهم اجعل كتابه في يمينه، واجعل حسابه يسيرا، واجعل ثقل موازينه في أعماله الصالحة وحسناته. آمين يا رب العالمين. أبي الغالي، عليك سلام ونور ورحمة، وقبر فسيح الزوايا، وجنات عدن، وظل ضليل، وقوة عين بدار السرور. اللهم اجعل أبي منعما في ظلك راضي في قربك. اللهم ارحمه وانعم عليه واغفر له. اللهم اجعل الملتقى في جنات النعيم يا أرحم الراحمين. الله يرحم جميع موتانا المسلمين، والله يصبرنا على فقدانهم.